اليوم تم استهداف مدينة الزرق، وكذلك قتلوا رموز من أبناء منطقة الزرق، على راسهم موسى صالح دقلو وولده عوض موسى صالح دقلو. ده طبعا الليلة تم استهدافهم بمسيرة، وكذلك بشير برمة بركت الله. الثلاثة أشخاص دول الليلة قتلوا في منطقة الزرق. وطبعا نحن شاهدنا إنه الطيران المسير بتاع الفلول بيستهدف المناطق، استهدف مناطق الزرق، استهدف مناطق في كردفان، استهدف كذلك منطقة الجنينة، منطقة وسط دارفور، زالينجا، وكذلك استهدف عدد. يعني أصبح الشغل الشاغل كله بتاع الفلول إنه يستهدفوا المدنيين. يعني استهداف مباشر للحواضن الاجتماعية، استهداف مباشر للرموز القبلية. وأنا بفتكر إنه استهداف موسى صالح دقلو وولده واستهداف الزرق بمسيرة عندها رسالة. هي عندها دلالة إنه والله نحن لن نستطيع أن نقاتل الدعم السريع، لكن سنقتل حواضنه، سنقتل حواضنه بالطيران المسير، سنقتل رموز الإدارات الأهلية، سنقتل عشائره. في المقابل طبعا سيكتفي الدعم السريع ببيانات ندين ونجدب. طبعا ستخرج تأسيس وتخرج لك بيان ونحن ندين ونجدب